لو سألت أي واحد في الشارع أنت قبطي غالبا هيكون رد عليك لا أنا مسلم. بس عارفين إيه أكبر كذبة تاريخية بنرددها لحد النهاردة؟ هي إن كلمة قبطي تعني مسيحي. الحقيقة إن إحنا كلنا أقباط مسلمين ومسيحيين، والسر موجود في قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصرية وأسلمت، وبرغم من مكانتها في بيت النبوة فضل لقبها زي ما هو القبطية. فكروا فيها كده، لو كانت كلمة قبطية دي توصل الدين كان من باب أولى إن النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبها فورا بعد إسلامها، لكنه ساب اللقب لأن قبطية هي عرقها وأصلها، زي بالظبط سلمان الفارسي وبلال الحبشي. الإسلام بيغير العقيدة لكن لا بيمسح الهوية ولا بيغير العرق. لازم تعرفوا إن مصر كان ليها كذا اسم عبر العصور. زمان أجدادنا سموها كمت، يعني الأرض السوداء الخصبة، والظهير الصحراوي بتاعها دشرت، يعني الأرض الحمراء. لكن الاسم اللي علق مع العالم كله جه من مدينة منف، وتحديدا من معبد الإله بتاح اللي كان اسمه حتكة بتاح، ومعناه بيت الإله بتاح. اليونانيين لما جو مصر كان الاسم تقيل عليهم فحولوه لإيجيبتوس، حولوا الحروف عشان خاطر تناسب لغتهم وحطوا سين في الآخر زي أغلب أسمائهم. لما العرب دخلوا مصر خدوا الاسم اليوناني دوت وقشروه من الزيادات وشالوا الألف والسين وفضلت قبط. الغرب بقى فضلوا مكملين على الاسم اليوناني لحد ما وصلوا لإيجيبت، يعني في الآخر قبطي وإيجيبشن متطورين من اسم معبد مصري قديم. دي جنسيتك مش دينك. لما دخل عمرو بن العاص بجيش تقريبا تقديره 12,000 جندي، كان المصريين ساعتها تقريبا عددهم 9 مليون، ومش مذكور أبدا إن تاريخنا حصل فيه استبدال لينا. الأقباط فضلوا زي ما هم، جزء دخل الإسلام وجزء فضل على مسيحيته، بس الدم والجينات اللي بتجري في عروقنا كلنا واحد. احنا شعب ملامحه منقوش على جدران المعابد. احنا أقباط أسلمنا وأقباط فضلنا على مسيحيتنا، بس في الآخر كلنا مصريين.